المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقرأ على حضراتكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تنظيم حملة الطلاب التنموية من 7 وحتى 15 من يوليو. إجراء انتخابات إدارة الضواحي في أقردات. مقتل 34 شخصا إثر هجومين مسلحين في بوركينا فاسو. جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن نهاية أحدث تفشي لمرض الإيبولا. وإيطاليا تعلن حالة الطوارئ في 5 مناطق بسبب انتشار الجفاف. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 5 مواطنين من جازاباندا وسنبل وأخريا ووسط المدينة وعد حوشا بفيروس كورونا، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9810، شفي منهم 9691 وتوفي 103، فيما يتلقى 16 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 5 من يوليو لعام 2022. أعلنت وزارة التعليم أن حملة الطلاب التنموية الصيفية لطلاب المرحلة الثانوية التي بدأت عام 1994 ستنظم هذه السنة من 7 وحتى 15 من يوليو. وأوضح مسؤول حملة الطلاب التنموية في وزارة التعليم السيد فتوي ولد جرجيس أن الحملة هذه السنة سيشارك فيها أكثر من 23 ألف طالب و850 مشرف في 140 نقطة عمل في 40 مديرية. ويشمل أنشطة الحملة حماية التربة وحفظ المياه والتشجير وبناء وصيانة المدرجات والحواجز المائية وصيانة الطرق الترابية، مشيرا إلى تجهيز وزارة التعليم أدوات العمل اللازمة. وسيعمل 200 طالب لتنظيم حركة المرور و100 لتنظيم وثائق مركز البحوث والتوثيق. ودعا الطلاب والمعلمين والمشرفين على العمل لاحترام إجراءات مكافحة وباء كورونا. وقد بدأت حملة الطلاب التنموية الصيفية مسبقا في إقليم جنوب البحر الأحمر وضعا في الاعتبار أوضاع المناخ. جرت من 26 من يونيو حتى 1 من يوليو انتخابات إدارات 8 ضواحي في مديرية أقردات، وقد تم انتخاب 16 مديرا ونوابهم و62 من لجان القرى في 3 ضواحي في مدينة أقردات وضواحي حواغو وولت أبرق وسوليب ودرت وعدردي. ودعا مدير مديرية أقردات السيد إسحاق طعم المدراء المنتخبين لتقديم خدمات جيدة لناخبيهم. وقال المدير التنفيذي في إدارة مديرية أقردات السيد كبرآف السهاتين إن الانتخابات جرت لتبديل الإدارات المنتهية فترة عملها وتقديم خدمات إدارية ناجزة عن قرب. وأكد المدراء المنتخبون على العمل المتفاني لخدمة الشعب. دعا مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية كرن لوجود علاقة عمل جيدة بين أصحاب العمل والعمال لكونها أساس الإنتاجية. جاء ذلك خلال لقاء المكتب ممثلي الشعب ورجال الدين والأعيان والمؤسسات المؤثرة ولجان القرى وقادة مجموعات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للمرأة. وأوضح مسؤول المكتب السيد سلمون محاري أن رفع وعي الشعب ومساعدة وتأهيل المحتاجين وتخفيف المصاعب في المجتمع وتأهيل العمال الشباب المنتجين وإحلال السلم في موقع العمل من أهم مهام الوزارة. ودعا لتعزيز دور أولياء الأمور لتنشئة الأبناء بقيم المجتمع وتعريفهم بتاريخهم والعمل لتجنيبهم الأفعال غير الأخلاقية.
وقال مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد محمد جابر إن الأمة أو إن العمل باعتبارها أو إن الأمة باعتبارها راعية الأسرة عليها العمل بقوة لمتابعة ومراقبة أبنائها. وذكر أن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تقوم بجهود لتخفيف مصاعب المجتمع، وحث إدارات الضواحي ولجان القرى للمساهمة للتعرف على المصاعب المحتاجة للدعم. تلقى أعضاء جمعية المعاقين ذهنيا في مديرية مندفرة دعما عينيا من الجمعية الأم. وقالت مسؤولة الجمعية في الإقليم الجنوبي السيدة عقبة حوري إن الدعم وزع ل214 من أعضاء الجمعية. وذكر ممثل مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد أبراهام جبرهوت التشجيع والمساعدات التي قدمتها الجمعية. هذا ويوجد 867 عضوا في جمعية المعاقين ذهنيا في الإقليم الجنوبي ومدرسة في مندفرة تعمل لتطوير المعاقين ذهنيا. فاصل قصير سيداتي سادتي ونعود مع الأنباء العالمية، فكونوا معنا. على الصعيد العالمي قتل 34 شخصا على الأقل في بوركينا فاسو في نهاية الأسبوع الماضي في هجومين مسلحين شنهما مسلحون جهاديون في شمال البلاد وشمالها الغربي بحسب ما أفادت مصادر رسمية وأمنية لوكالة فرانس بريس. وكان مصدر أمني قد قال لفرانس بريس في وقت سابق إن الهجوم أسفر عن سقوط نحو 15 قتيلا من رجال ونساء وأطفال وفق حصيلة مؤقتة، بينما أفاد مصدر محلي أن حصيلة الهجوم هي حوالي 20 قتيلا. وذكر مصدر أمني آخر أن هجوما مميتا آخر وقع السبت في ناميسيجينا في مقاطعة ياتينغا في شمال البلاد. ودخلت بوركينا فاسو منذ العام 2015 في دوامة من العنف تقف وراءها حركات إسلامية متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة أو الدولة الإسلامية، الأمر الذي خلف آلاف القتلى وأدى إلى تهجير حوالي 1.9 مليون شخص. وأشارت تقديرات رسمية إلى أن أكثر من 40% من الأراضي باتت خارج سيطرة الدولة. أفادت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية أعلنت نهاية تفشي فيروس إيبولا 14 بعد أقل من 3 أشهر. وكان هناك 4 حالات إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا وحالة واحدة محتملة، وقد توفي المصابون جميعهم بحسب بيان منظمة الصحة العالمية الذي أشار إلى أن هذا التفشي هو الثالث في مقاطعة إكواتور شمال غرب البلاد. وقال ماتيتشو موتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا أنه بفضل الاستجابة القوية من قبل السلطات الوطنية تم إنهاء هذه الفاشية بسرعة مع انتقال محدود للفيروس. المعلوم بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حتى الآن 14 تفشيا للإيبولا منذ عام 1976، 6 منها حدثت منذ عام 2018. أعلنت وسائل إعلام إيطالية أن السلطات فرضت حالة الطوارئ في 5 مناطق بسبب انتشار الجفاف. وفي تصريحات سابقة طلبت سلطات منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا إعلان حالة الطوارئ في مواجهة واحدة من أسوأ موجات الجفاف التي تشهدها المنطقة بعد أن كان الشتاء دافئا بشكل غير معتاد. وقد بدأت السلطات المحلية في أنحاء كثيرة من إيطاليا بتقنين الماء بسبب موجة الجفاف المستمرة، لا بل أن بعض البلديات بدأت بحظر أنشطة تستهلك كميات كبيرة من المياه. كما أن الجفاف بات يلحق أضرارا قوية بالحقول الزراعية في البلاد، ومن المرجح أن تستمر آثاره خلال الأشهر القادمة.
قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 26 جريحا في إطلاق نار بالولايات المتحدة على حشد كان يشارك في استعراض بمناسبة عيد الاستقلال في ولاية إلينوي الأمريكية. وقال كريس أونيل قائد شرطة مدينة هايلاند بارك قرب شيكاغو في ولاية إلينوي حيث وقع الهجوم إنه في الوقت الحالي نقل أكثر من 20 شخصا إلى مستشفى هايلاند بارك تم تأكيد وفاة 6 منهم. وأعلنت السلطات الأمريكية أنها أوقفت شابا اشتبه بأنه أطلق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو. وقالت الشرطة إن المشتبه به تسلح ببندقية قوية واعتلى سطح متجر حيث راح منه يطلق النار على أناس تجمعوا للتفرج على الاستعراض السنوي بمناسبة العيد الوطني الذي تحتفل به الولايات المتحدة في 4 يوليو من كل عام. سيداتي سادتي، نذكر بالعناوين قبل ختام النشرة. إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تنظيم حملة الطلاب التنموية من 7 وحتى 15 من يوليو. إجراء انتخابات إدارات الضواحي في أغردات. مقتل 34 شخصا إثر هجومين مسلحين في بوركينا فاسو. جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن نهاية أحدث تفشي لمرض الإيبولا. وإيطاليا تعلن حالة الطوارئ في 5 مناطق بسبب انتشار الجفاف. مشاهدينا الكرام، في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله، إلى اللقاء.